هي لم تطالب بتسوية فردية، لم تستغل الظرف ولم تطالب بزيادة في الأجر، فلا راتب لها حتى ولا دخل. لم تعتصم ساعة ولم تفكر لحظة في الانتحار. طلبها يختصر في يحب لتاتي يقرأ، يحب لتاتي يقرأ. طلب على بساطته يبدو بديهيا لدى بعضهم، ولكنه بالنسبة إليها من الأمنيات. نعم، من الأمنيات. لعل عفويتها وصدقها جمع حولها قلوب جميع التونسيين، هنا داخل الحدود وهناك وراء البحار، حيث قالوا لنا الكثير من الكلام ليس أقدر على تلخيصه من عبارتنا الدارجة التي جاءت على أكثر من لسان. ما تصورناش ثم ناس تعيش هكا في تونس. نقدر كان نربي راجلي مريض مسكين، شوفوا علاش نرقد هذا. انا نرقد وليداتي تلامنتي والدخان ونسخن ساكين وخزري. شوفي كيفاش البرد، شوفي البرود، شوف. تأملوا جيدا. نعم، هذا يحدث في تونس، فنحن لم نستورده من كوكب آخر. هذا ما تركه لنا صندوق 2626، صندوق الواجهة المشرقة، فيما لا تنطق هذه الصور إلا ظلام الواقع. هذا سريرهم أين ينامون، يتلقفهم برد أعالي جبال خمير وطول ليالي الشتاء، وهذا مصباحهم يرهقه سديم الظلام والظلم. وهذه نعالهم، نعم نعال، فأخجل أن أقول أحذية، أما هذه فمسألة أخرى، قناعة. مرة هكا مرة هكا، مرة أنا خدرت على المقارون نقسمهم مع 3 بدنا ما يشبعوش. مريض باهي مسكين، راح يمشي بالدواء حنا على غاديك العباد شليتي تت الوليدات. عندما أعلنا عزمنا التنسيق لمد يد العون كانت المفاجأة، فقد تلقينا أكثر من 1000 مكالمة ولا نبالغ. عدد يترجم عزم التونسيين على التكافل، تكافل وتفاعل تترجم واقعا إبان أزمة الميليشيات وترسخ اليوم. أما المفاجأة الثانية التي أدركتنا فهي ثقة الناس. جميع من اتصلوا لا نعرفهم ولا هم يعرفوننا، ولكنهم تحمسوا، فلعلها بوادر ثقة ستتحقق رغم كل قوى الانتكاس. كل الذين اتصلوا، من تحصلنا عليهم ومن لم يتسنى لهم الاتصال بنا، نقول لهم شكرا، شكرا لأنكم كنتم خيرين، ونقول نحن آسفون لمن لم يتمكن من الاتصال بنا ولكنه معنا، فقد نلتقي في ذمة هذه السيدة هذا الأحد، وحتى يكون اللقاء لنسمع معا آخر نداء. مش نعيش، ما نحسش بالعيش. عادت الحياة تدري